عارفه ان وراك مذاكره الدنيا والدين وعمال تقلب من الفيديو للتاني وقاعد ما بتذاكرش على امل تلاقي فيديو يخليك تذاكر ويشجعك ان انت تذاكر اصلا، لان الموضوع بقى صعب جدا في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، عصر السوشيال ميديا. طب ايه الخطوات اللي بجد بجد بقى تخليني اذاكر علشان انا زهقت ومستقبلي اهو ده مستقبلي بيتدمر قدامي؟ اعمل ايه؟ عايزه اذاكر بس مش قادر. في الفيديو ده مش هتطلع منه غير وانت مذاكر. هنعمل الخطوات وهنطبق كل حاجة واحنا سوا. جاهز؟ ولو مش جاهز هتجهز دلوقتي مشروبك اللذوذ ولاتس جو. ويلكم بيستس في قناتنا اللذيذة المتواضعة دي. احنا فعلا بستات شلة صحاب كده، كلنا بنشجع بعض ان احنا نكون احسن. وانا في رحلة حياتي كده كل حاجة او كل ستيب بتعلمها وبحاول اكون فيها احسن من بري الاولانيه بنقلها لكم هنا عشان انتوا كمان تستفادوا. الفيديو النهارده حاجه تخص مستقبلنا وازاي نذاكر من غير ملل، لان احنا بقينا بنمل بسرعه بسبب عصر السوشيال ميديا اللي احنا فيه. 5 خطوات والخمسه اهمهم، وبصراحه كلهم مهمين جدا لانهم كلهم مترتبين على بعض اساسا. مش شرط بقى ان انت بتذاكر لاي حاجه، انت في الجامعه، انت في ثانويه عامه، انت في اعداديه، انت بتاخد كورسات وبتذاكر، اي حاجه فيها مذاكره. الخطوات دي هتبقى افكتيف جدا وفعلا انا مجرباها وهتساعدك ان انت تنتج احسن. اول خطوه انك تهيئ نفسك جسديا وعقليا. تهيئ نفسك ان انت بص تقول لنفسك كده بالظبط، تقول لقلبك وعقلك اللي هم مشتتينك دول ستوب. الوقت بيضيع، الوقت مش مستنيك. والله العظيم استغليته حلو وذاكرته وعملت اللي عليك اهلا وسهلا. ما استغلتش الوقت صح وضيعته، مع السلامه. انت اللي هتيجي تعيط انت اللي هتيجي تعيط بعدين، وبعيط بقى من هنا للصبح عشان محدش هيسمعك. الوقت كده كده مشي. تاني خطوه انك هتقوم ترتب مكتبك وتشيل التراب اللي عليه، تنضفه كده وترص الكتب بتاعتك وكل حاجه تبقى مترتبه. ليه؟ لان شئت ام ابيت النظافة وان المكان حواليك يبقى مترتب ده بيريح عينك وعقلك وبيأثر على انتاجيتك، فلازم تعمل ده. بعد ما رتبنا الدنيا حوالينا وهيئنا الجو واقنعنا نفسنا ان دي حاجة مهمة لحياتنا، ماذا بعد بقى؟ تالت خطوة، هات قهوتك بعد ما رتبت المكتب وظبطت الدنيا وتعالى اقعد على المكتب. هتكتب الحاجات اللي انت لازم تعملها. يعني مثلا انا مسكت ده المفروض هعمل 1 2 3، هذاكر الفصل ده والفصل ده وبعدين هعمل التاسك ده وهكذا بالظبط. اكتب اللي المفروض تعمله بالظبط، من مذاكرة ايه ومن صفحة كام لصفحة كام وكل حاجة، عشان الطريق يبقى واضح قدامك ايه اللي المفروض يتعمل. طيب كتبت التاسكات اللي عليك او الحاجات اللي عليك، دي الخطوة رقم كام؟ 4. kill the distraction. هتقتل اي حاجة تشتتك. طبعا عارف ايه المشتت، الكينج بتاع المشتتات هو ايه؟ ايوه الموبايل. حد يرن عليك، نوتيفيكيشن تجيلك من غير ما حاجه تجيلك اصلا، انت عمال تجري صباعك كده عمال من فيس للانستجرام لليوتيوب كده، ما بتهداش. ده حقيقي، انا بوصف نفسي عامه. فهتعمل ايه؟ هتطلع الموبايل بره. يا بيري انا محتاجه الموبايل، انا بذاكر من عليه اصلا، انتي بتقولي ايه؟ طب مفيش لاب؟ ان مفيش لاب مش هنعرف نخلص موبايل. هنعمل ايه؟ هتمسك كده زي الامور، هتدخل على الابس، هتطفي كل النوتيفيكيشنز بتاعت الابليكيشنز. تمام، هتطفي النوتيفيكيشنز بتاعت الواتس، النوتيفيكيشنز او الاشعارات اللي هو لما يجيلك رساله ما اعرفش مين اعجب بمنشورك، ما اعرفش مين علق بمنشورك، ما اعرفش مين بعت لك مسج، كل ده هتقفلها. هتدخل على السيتنج وهتقفل الاشعارات او النوتيفيكيشنز. طيب بعد ما عملت كده ليه؟ عشان ما بقاش انا قاعد بذاكر ومركز الاقي ده شوف ده رساله، هشوف الرساله دي بتقول ايه، هشوف مين اللي عمل لي لايك على البوست، هشوف ما اعرفش ايه. كل الحاجات دي بتشتتك وبتسرح يعني بتسرق وقتك، بتسرح بيك كده، بتسرح بيك فعلا، هي بتسرح بيك، فعيب حاجه تسرح بينا يعني. طيب بعد ما طفيت النوتيفيكيشنز هعمل ايه؟ طب بصي، من غير النوتيفيكيشنز بقى بصراحه كده انا بدخل من نفسي الاقي صباعي كده راح لوحده على الابليكيشنز دي.
هتعمل لها هايد، تعمل الابليكيشنز دي هايد وتعمل لها باسورد تصعب وصولك ليها. طيب وبعد ما اعمل كده هيبقى في شويه حرب برضو بين دماغك، شوف معرفش ايه شوف معرفش. هنمشي بطريقه البومودورو. ايه هي بطريقه البومودورو دي؟ طريقه البومودورو ان انا بحاول، طبعا احنا عندنا حاجه كده في ذمه الله، ايه هي؟ الاتنشن سبان. الاتنشن سبان دي هي فعلا قد كده عندنا، قد كده. يعني ايه بقى؟ اللي هي اطول مده تقدر تركز فيها. احنا اصلا ما يعني معظم الناس من كتر الريلز والحاجات القصيره دي، انت شايفها ريلز عاديه ومسليه، لا دي كارثه يا فندم. ده انا هعمل عليها فيديو مخصوص، ازاي الريلز خلت خلقنا بقد كده ومش قادرين نكمل او نقعد على الحاجه ربع ساعه مركزين، مش قادرين. ليه؟ الريلز دي خلت الاتنشن سبان بتاعك صغنن قد كده، ما بتقدرش تركز على اي حاجه. ده انت لو كملت 3 دقايق في الفيديو يبقى انت عملت انجاز، ودي كارثه كبيره كبيره كبيره. انا المشكله دي انا بواجهها شخصيا، هقول لكم اتخلصت منها ازاي. هو اكشلي انا متخلصتش منها 100%، بس بحاول وهقول لكم انا بعمل ده ازاي وفعلا نجحت ولا لا. طيب علشان انا مده التركيز وعندي مشكله في الاتنشن سبان، اعمل ايه؟ اللي هتعمله كالاتي، ان انت هتطبق طريقه البومودورو اللي لسه قايله لك عليها. ايه هي بقى؟ انك هتذاكر، هتفتح كده، يعني عايزاك تفتح قدامك ساعة زي مثلا على اللابتوب او على الكمبيوتر او على الموبايل، هتفتح التايمر كده على 25 دقيقة. تمام؟ 25 دقيقة هتقول لنفسك انت هتذاكر فيها، هتركز فيها غصب عنك، تجبر نفسك انك تذاكر فيها. تمام؟ وبعد ما يخلصوا ال 25 دقيقة دول عندك 5 دقايق هتبص فيهم على الموبايل، هتقوم تعمل مشروب بسرعة 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 وتقفل تن تن تن. ال5 دقايق خلصوا، تعمل برضو هتعمل تايمر لل5 دقايق. مش هناخد للبريك نذاكر 25 دقيقة وناخد بقية الساعة بريك، لا، هما ال5 دقايق دول. تمام؟ وكل 25 دقيقة هتخلصها هتعمل جول، ويبقى انت كده جبت واحد. تمام؟ 2 3 4 وتشوف نفسك حققت كام جول. طب يا بيري والله العظيم انا بصي عندي 25 دقيقة كتير بصراحة، انا مكسوفة ان انا اقول كده، بس 25 دقيقة كتير عليا ان انا افضل مركز فيهم وما ادخلش فيهم على السوشيال ميديا. هتعمل ايه؟ اللي هتعمله هتبدأ ب5 دقايق بجد. ابدأ مع نفسك ب5 دقايق، تقول انا، وتعمل تايمر فعلا ال5 دقايق دول انا هركز فيهم. طيب النتيجة هتكون حاجتين، هتلاقي نفسك فعلا بدأت تركز وتدخل في المود بتاع المذاكرة. تمام؟ وتلاقي نفسك خلصت 10 دقايق مع 15 دقيقة والدنيا بقت حلوة، ويبقى الحمد لله قدر ولطف. يا اما هتلاقي نفسك خلصت ال5 دقايق ومسكت الموبايل. اعمل ايه؟ هتمسك الموبايل دقيقتين وتسيبه. بعد ما خلصت 5 دقايق هتبدأ تكتر الموضوع على نفسك بالتدريج. 10 دقايق 10 دقايق بس يا عقلي هتذاكر وهتركز فيهم، وبعدين هديك السوشيال ميديا براحتك، مش براحتك، دقيقتين. تمام؟ طيب فعلا تبدأ تذاكر 10 دقايق، فواحدة واحدة افضل جرجر عقلك وتفتح كده التايمر، انا ال10 دقايق دول لازم اركز فيهم، انا ال15 دقيقة دول لازم اركز فيهم، وهكذا. طيب لو انا مشيت بطريقة ال25 دقيقة بعد 4 جولز، تمام؟ بعد 4 جولز، مش احنا قلنا ال25 دقيقة بجول؟ تمام؟ او ال15 دقيقة زي ما انت هتعملها، زي ما انت هتسرسب نفسك في الموضوع فيها. تمام؟ بعد كده هتعمل ايه؟ كل 4 جولز هتاخد بريك 30 دقيقة. طيب في ال30 دقيقة دول هتعمل ايه؟ اللي انت عايزه، بس اول 10 دقايق من ال30 دقيقة دول هتعمل فيهم كارديو. هتقوم كده تتنطط في مكانك، تحرك جسمك، تشغل الدورة الدموية في جسمك. ليه؟ علشان في جملة كنا بناخدها من زمان واحنا في المدرسة، هي العقل السليم في الجسم السليم. عشان ده يبقى مصحصح ومركز معانا لازم الجسم يبقى سليم، والجسم بيبقى سليم من ايه؟ من الاكل والرياضة. تمام؟ فلازم تحرك جسمك، لان يا جماعة احنا معظم الوقت ان ما كانش طول الوقت قاعدين، يا اما قاعدين في محاضرة، يا اما قاعدين مع اصحابنا، يا اما قاعدين على المذاكرة، يا اما قاعدين على الموبايل، قاعدين. فالقعدة دي بتدي خمول لجسمك، جسمك بيبقى مش نشيط، جسمك نايم. فلو جسمك نايم هتلاقي عقلك مش قادر يشتغل، جسمك عايز يتفرد.
فاهمني؟ فلازم الرياضة، لازم الرياضة، لازم الرياضة. بالاخص الناس اللي عندها قولون، انا عارفه ان احنا نصنا تقريبا عندنا قولون، فالقولون بيبقى عايز الحركه علشان الهضم والدوره الدمويه تبقى تجري كده في جسمك. بجد يا جماعه انا لو فضلت اقول لكم على الفوائد كده كده انتوا عارفين، على فكره كلنا عارفين، مش هنضحك على بعض، كلنا عارفين الرياضه مهمه قد ايه، بس احنا بنكسل. فلا اضعف الايمان تمسك الموبايل ده تدخل على اليوتيوب تجيب كارديو 10 دقايق وتعمل، تشوف حد وتعمل وراه عشان تتشجع ان انت تعمل، او ان انت تجيب مش بتحب الرياضه وكده، هات زومبا، هات رقص، اقعد ارقص بقى. ما الرقص بقى بيبقى ايه، فيه حركه، الزومبا فيها حركه. هات على الموبايل كده 10 دقايق حد بيعمل زومبا، اكتب 10 دقايق زومبا، هيظهر لك كتير قوي اغنيه وتقعد تتحرك عليها، هتنشط الدوره الدمويه، هتتبسط، جسمك هيبقى نشيط، عقلك هيبقى مركز، ظبطت الدنيا كلها. مش عايزه اقولك انت ظبطت كام حاجه، مش عايزه اقولك انت خدت كام فايده، فاهمني؟ فاعملوا كده. تمام كده احنا وصلنا للخطوه رقم كام؟ الخامسة. وصلنا للخامسة ولا لسه؟ تقريبا لسه ما وصلناش. حاجة مهمة نسيت اقول لكم عليها، لو انتوا عايزين تطبقوا تقنية البومودورو، عارفين انتوا يا جماعة، عارفين اللي هو ايه؟ انا مثلا لما محدش بيتشجع على الجيم، زي ما يكون يعني انت بتتشجع على الجيم اكتر، تتشجع الرياضة اكتر لما تبقى في الجيم، الناس كلها حواليك عمالة تتمرن، فانت بتتشجع ان انت تتمرن. فحتة ان يبقى في حد قدامك بيعمل نفس الحاجة انت بتتشجع ان انت كمان تعملها. فعلشان كده عامله لكم فيديو، تمام، 3 ساعات study with me، ان احنا نذاكر سوا وبناخد البريك مع بعض علشان موضوع الاتنشن سبام ده. فانت هتحط الفيديو قدامك، تمام، وهنقعد نذاكر فيه مع بعض، انا هبقى قاعده بذاكر معاكم. حلو الكلام، حلو الكلام. هسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن. اوكي طيب، خامس خطوه بقى بتقول احنا عندنا بجد بحس ان احنا عندنا دي فرط حركه معظمنا يا جماعه، بسبب موضوع السوشيال ميديا ان هي بتحب الحركه والسرعه وكده. فالمهم وانت قاعد بتذاكر هتحس بملل. فانا عشان انا ده بيحصل لي بعمل ايه؟ بقعد كل شويه اغير المكان، يعني مثلا كل 25 دقيقه اروح اقعد في مكان. يعني 25 دقيقه انا كنت قاعده على المكتب ده بذاكر، عشان ما ازهقش وما ملش من القعده اروح واخده الترابيزه دي واقعد اذاكر هناك. شويه اذاكر على الارض، احط مخدات على الارض وافضل اذاكر على الارض. 25 دقيقه اللي بعدها ال 25 فاهميني؟ بقعد اغير في المكان، اذاكر على الارض، اذاكر على السرير، اذاكر مش على السرير، مش سرير، لا، على الترابيزه، على الارض، على المكتب. المهم اغير الاماكن كل شويه، علشان احنا برضو عندنا الدي اتش دي عالي. بس دول اهم 5 نصايح حرفيا هيشجعوك ان انت تذاكر. قولي في الكومنتات ايه اكتر حاجة فرقت معاك، وقوم دلوقتي وطبق، واللي يقوم يكتب في الكومنتات انا قمت او انا هذاكر دلوقتي، عشان كلنا نشجع بعض. يلا بينا، وقولولي عملتوا ايه بالظبط. اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب او اشتراك للقناه، وشير الفيديو مع صاحبك اللي ما بيذاكرش، عشان تقعدوا كده وتشجعوا بعض ان انتوا تذاكروا، وكل واحد يقول هو فعلا خلص قد ايه. اوكي، وبرضو قولوا لي في الكومنتات انتوا وصحابكم. هسيب لكم فيديو study with me تحت في الديسكريبشن، شوفوه. وبرضو في بلاي ليست بقول لكم فيها نصايح كتيره وتكات وحركات كده هتساعدكم على الانتاجيه والمذاكره، تقدروا تشوفوها براحتكم، مشاركوا واقعدوا عليها وهتستفادوا منها جدا بجد. وباذن الله اشوفكم في فيديو جديد، واسيبكم في امان الله.